أهلا بيكم في نودي وأسماء، وأنا أسماء. وصفتنا مميزة شوية من الوصفات المصرية الأصيلة، ليها محبينها وعشاقها. طاجن الفريك من الطواجن المميزة، وهنعمله كمان بشكل مميز. معانا نص كيلو من الفريك. أول حاجة نحط الفريك في مصفى ونهويه علشان ننزل كل الأتربة والحصى والهادر الكسر من حبات الفريك. دي بقى كل البواقي اللي نزلت معانا من المصفى، علشان كده يعني خطوة مهمة جدا ان احنا نهويه شوية في المصفى، وعلشان كمان ما يتعبناش أثناء الغسيل. تاني خطوة غسل الفريك كويس، نغمره في مية كافية، وبعدها نصفي المية واغسله مرة تانية وتالتة وهكذا لحد ما المية تبقى رايقة كده ومفيش أي شوائب على الوش من فوق. بعدها بنقع الفريك من 2 ل3 ساعات. أنا بكتفي بالقدر ده، وفي اللي بيحب ينقعه ساعات أطول. والفريك كل ما تنقع أكتر بنقلل الشوربة بتاعته أثناء التسوية علشان يطلع معانا مفلفل وحلو. فده بقى شكله بعد النقع ومتصفي كويس. معانا 400 جرام من البصل مفروم ناعم، فهم حبيتين بصل حجمهم كبير شوية، في ميكس ما بين الزيت والسمنة. الفريك بيحب السمنة قوي، وعلشان ما تتحرقش هنضيف الزيت الأول وبعدها السمنة. هنضيف البصل ونتبله ملح وفلفل. هنقلب لحد ما البصل يدبل ويبتدي ياخد لون أصفر معانا 6 فصوص من الثوم. في المرحلة دي بقى هنضيف 2 كمية الثوم اللي معانا، يعني حوالي 4 فصوص من حبات الثوم المهروس، تقلبتين، وبعدها بنضيف الفريك. هنفضل بقى نقلب فيه لحد ما يتحمص كويس جدا ولونه يتغير معانا. في المرحلة دي بقى هنبتدي نجهز اللحمة. معانا نص كيلو من اللحمة المسلوقة في ورق لورا وحبهان وفلفل، نحمرها في زيت أو سمنة حسب الرغبة. نتبلها ملح وفلفل مطحون وفصين من الحبهان مطحونين. نسيبها بقى لحد ما تحمر وتاخد لون حلو. نضيف لها فصين من الثوم مهروسين. معانا 2 من حبات الطماطم مبشورة أو مفرومة في الكبة من غير أي سوائل. هنضيف نص كمية الطماطم على اللحم بعد الثوم مباشرة، ونسيبها بقى تتسبك. ده الفريك بعد ما اتحمص واخد لون حلو. هنضيف له بقى معلقة كبيرة من الملح ونص معلقة صغيرة فلفل وزيها كده وفصين من الحبهان مطحونين. نقلب ونسخن التوابل. بعدها بقى بنضيف الكمية اللي اتبقت معانا من الطماطم المبشورة، وعليها الشوربة. هنغطيه بالشوربة يغلي، بعدها بنهدي الحرارة. ده شكل الفريك تقريبا دخل في التسوية، باقيله بقى حبة صغيرين ويستوي معانا. هنحط الفريك في الطاجن ونسقسقه بالشوربة، وبعدها نحط اللحمة على الوش. ونغطيه بورق زبدة علشان وش الفريك ما ينشفش معانا. بعدها بقى بنحطه في الفرن على درجة حرارة 200. هيطلع معانا بالشكل ده. طعمه بجد بيبقى مميز، بيطلع مفلفل. وزي ما قلت في البداية، كل ما يتنقع الفريك أكتر بنقلل الشوربة بتاعته أثناء التسوية. كده وصلنا لنهاية وصفتنا. استنونا في وصفتنا اللي جاية مع نودي وأسماء، وبالهنا على قلوبكم.